السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. الموضوع ديالنا ديال الفيديو اليوم موضوع مهم بزاف، تنتمنى أنكم تصنتوا ليه من القلب ديالكم وبالعقل ديالكم. بغيت نتكلم في نقطة واحدة في قضية موت هذا الشاب هذا خالد، الله يرحمه ويصبر الأم ديالو. ما بغيتش نتكلم هذه 3 أيام باش ما يقولوش راكب على الموجة. كيقول المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. التعقيب اللي عندي هو الوقت اللي تأكد الخبر ديال الوفاة ديالو، الناس دخلات كترحم عليه، الله يرحمه الله يغفر ليه الله يصبر الأم ديالو. طبعا هذا الشيء مزيان، يعني المغرب كامل بقى فيه داك الدري، وهذه حاجة طبيعية، الموت ما تبغيها حتى واحد. ولكن الملاحظ هو قبل الوفاة كان 70% ديال التعليقات سلبيه، السبان الام ديالو كيجبدوها له سير تخدم، الضغط ثم الضغط، لدرجه ان الدري الله يرحمه كان كيخرج بزاف د الفيديوهات كيبقى يبرر: واخوتي راني كنخدم، واخوتي راني كذا، واللي كتب له حامض، واللي يسبوه، واللي خسر له هضره. وهذا علاش ذكرت لكم الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ودابا السؤال لهذوك اللي كيبقاو يديروا في كونطات ويسبوك ويتنمروا عليك ويخسروك الهضره ويجبدوا لك امك ويجبدوا لك عائلتك وباك وخوتك، السؤال دابا ها هو خالد في دار الحق وانت مازال في دار الباطل. واش عندك كيفاش تطلب منه السماحه؟ واش عندك كيفاش تطلب السماح من داك الاحساس الجارح اللي سببتي ليه؟ اكيد ما عندكش كيفاش. كي غدير تطلب منه السماح غير انك تطلب من الله، وطبعا هو راه ما غاديش يسامحك، غادي يقتص منك يوم القيامه، حيتاش عند الله غادي يقول نفسي نفسي، ومازال غتوقف معاه امام الله. وحنا عارفين ان امام الله الام ما كتسمحلكش، لانك تكون محتاجه الحسنات من هول ديك المنظر ومن الرعب ديال يوم الحساب. اذا قبل ما تكتب داك التعليق الجارح او تسب الواحد، علاش ما كتفكرش على هذا الاساس؟ علاش ما كتقولش بان داك السيد تا هو راه شخص مور الشاشه، بغض النظر على داك الشيء اللي كيقدم؟ لان انت مفروض عليك تقول كلام زوين، انت الاسلام ديالك فرض عليك تقول كلام زوين، كلام طيب. الا ما كنتيش غتقول كلام طيب خاصك تجاهل، خاصك ما تقولوش في الاصل، يعني خاصك تسكرولي الفيديو، ما عجبك شي حاجه خاصك تدوزها، ما خاصكش تخوي سمك على الناس في كومونتيرات. عندك حاجه وحده هي تجادل بالتي هي احسن، تعطي شي نصيحه زوينه، تدعي معاه في ظهري غايب كلام طيب اللي يقدر ياثر فيه بالخير. اما واحد تلعب له على الوتر الحساس، جبد له امه جبد له اخته، تسبوه هو تعايروا، هذا الشيء هذا غادي يخليك غارق في سيئات غدا امام الله. ودابا هو دخل في دار الحق، كاع اللي كانوا كيسبوه دابا واش نتوما راضيين عن نفسكم؟ اكيد ما راضيينش. اذا نعاودوا نختموا ونذكروا بالحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت. صلوا على النبي في التعليقات وترحموا على خونا خالد. كنتمنى تكون رساله واضحه وفيها افاده. تحياتي والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حاولت أنني نطرق لهذا الموضوع رغم أنه فات عليه تقريبا هذا أسبوع باش فات عليه الهضرة، وكان موضوع الساعة وبزاف ديال الناس تناقلوا الأخبار ديال هذا الدري، الله يرحمه ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين يا ربي أجمعين. فأنا سبق لي وكنت طرقت وحطيت واحد المنشور، وحطيت واحد المنشور ديال واحد السيد كان كتبه، ومن موراها ب3 سوايع كان توفاه الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم انسان خاصو يكون تيشوف اشنو كيكتبوا الانامل ديالو واليدين ديالو، ويحاول ما امكن انه يزرع الخير ويزرع حاجه اللي يقدر يحصدها. راه داك الشيء اللي زرعتيه هو اللي غادي تحصدو. فهاد الفيديو كذلك غادي نعاود نفس الهضره، وتنتمنى خوتي انكم تقبلوا هذا الكلام. ممكن هذا الكلام ما يعجبكمش، ممكن تكونوا مختلفين معايا فيه، لكن كلمه الحق ماشي دائما تتقبل، وماشي دائما الناس تيتقبلوها وكيشدوها بصدر رحب، لكن الواجب عليا انني نقولها، انا غادي نقولها. فهذا الموضوع ما كيخصش فقط هذا الدري، فخصنا نحطوا هذا الدري مثال اعلى على جميع المؤثرين. الا كنت غادي ننتقد شي مؤثر، وخير مثال اننا كنا كننتقدوا واحد المؤثره الاسم ديالها مغربيه في ماليزيا، اللي كانت تعاني مع الزوج ديالها والى اخره، وبزاف عندها ديال الانتقادات. ماشي عيب اننا ننتقدوا او لا نعطيو الراي ديالنا، ولكن نعطيو الراي ديالنا بكل احترام، بدون تجريح، بدون سب، بدون القذف، بدون النبش في الماضي ديال الانسان، ولا نقذفوا المحصنه بشي حاجه، بدون اننا نجبدوا ليها الاسرار ديالها، بدون اننا نعايروها بالماضي ديالها، بدون هذاك الشيء كامل. فماشي من اجلها، من اجلنا حنا، لان حنا اشنو كتبت الانامل ديالنا كتقيد علينا كل شيء. فاش غادي يموت السيد اولا فاش غتموت السيده، صافي راه دا معاه. الا كنتي انتي ظالماه وكنتي انتي معديه عليه، واكيد 100% الانسان اللي كيكتب واحد الكومونتير كيسب ولا كيعاير راه ظالم،
الا كنتي بغيتي تغيري واحد المنكر راه غتغيريه بطريقه اللي تليق بالاسلام، اللي تليق بنا، اللي تليق بك، ماشي بواحد الطريقه ديال السب والقذف والشتم والى اخره. هذاك الشيء راه لا يمثلنا لا كشعب مغربي ولا كأمة إسلامية ولا حتى شي حاجة. احنا ماشي هكا، تصرفاتنا هكا، تربيتنا ماشي هكا، ماشي هكا والدينا علمونا. فإلا كنا بغينا ننتقدو غادي ننتقدو ونعيبو بواحد الطريقة اللي تكون صالحة، ماشي نسبو الناس ونعيروهم. وخير دليل ها هو هذا الولد كان تيتعرض للانتقادات. آخر فيديو ديالو كان هو والأم ديالو قالوا ليه وسير تخدم هكا غير جالس في الدار، ما تتخدم ما تتردم ما تيعيرو كونه جالس. والطريقه باش رد عليهم في الفيديو الاخير قال لهم انا يا امي عاجبه الحال، انا تنصبح ناعس، امي تتشقى عليا، امي تطيب ليا، امي تتصبل ليا، امي عاجبه الحال. رد عليهم بواحد الطريقه فكاهيه باش ما تيحاول انه هذوك الناس يطنشهم، ومن هذاك الانتقاد ديالهم كيرد عليهم بواحد الطريقه اللي محترمه وفي نفس الوقت فكاهيه اللي تضحك الناس. وقال لها شنو واش تبقاي تشقاي عليا وهي تقول لي مو شافت واحد الطريقه استغربت كيفاش انا ما نبقاش نخدم عليك، يعني نوضه ولدي تخدم بحال تقول لها ولدي لا خدم انا ما تبقاش ناعس عليا. راه الظروف ديال كل واحد تعلم بها الله سبحانه وتعالى، ما نبقاوش نضغطوا اكثر من القياس، لان هذاك الشخص راه تيبقى انسان، نحطوا نفسنا في بلاصتو رغم الاخطاء، رغم داك الشيء اللي كيدير. دائما نحاولوا اننا الا كنا غنكتبوا واحد التعليق ولا واحد الكومونتير ولا غنعطيو واحد الكلمه فنعطيو هذيك الكلمه اللي توصل الفكره بدون اهانه وبدون سب وبدون قذف، واحد الكلمه اللي ما نحتاجوش اننا نوصلوا الانسان لواحد المرحله خطيره. هذا السيد جاب لي الله سبحانه وتعالى موته ديالو كما تنقول موته ديال الله، ولكن راه بزاف تاع الناس بسبب لي كومونتيرات بسبب التعليقات داروا تصرفات اخرى، اختاروا انهم تكون على يديهم. وبزاف تاع الناس ومنهم هذه دابا اللي كانت في ماليزيا كانت كتقولها مرارا انت تشير ليها، وبعض الناس تتخذ الامر باستهتار وكتبدا تضحك، لا راه غير كتبدا تهددنا باش نسكتوا. ربما ما تتهدد وربما ماشي تتهدد، ولكن انا ما ناخذش الامور باستهتار او لا نقول لها وسيري راك معامعه راه كذا راكي ساكنه في برج كذا وكذا راكي معامعه. ردوا البال لهذا الشيء، راه ما نبقاوش نستهتروا بهذا الشيء. راه الدين ديالنا ما تيوصيش، وحتى لا قدر الله يستر انسان كان وصل ودار شي حاجه في نفسه، كيفاش غادي تحسي، كيفاش غادي تعيشي وانت عارفه بان واحد الانسان راه مشى وانت هازه على كتفك هذاك الشيء ديالو، هازه ذنبه، هازه هذاك انت كنتي جزء من ذاك الفعل اللي دار. فردوا البال، الله يجازيكم بخير، ردوا البال الكلمات ديالكم، ردوا البال الانتقاد ديالكم. نعم ماشي ما ننتقدوش، ننتقدوا ونصلحوا الا قدرنا نصلحوا، نغيروا بلساننا الا قدرنا نغيروا. فكما قال الرسول ديالنا الحبيب في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قدرتي تغيري بيدك غيروا، ما قدرتيش غيروا باللسان ديالكم. باللسان ديالك اكيد ما غاديش تغيروا بواحد السب والقذف وبالسوء، لان الدين ديالنا ما عمره كان كيوصي على اننا نكونوا فضين. فالله سبحانه وتعالى نزل واحد الآية كريمة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ليه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والتفسير ديال هذه الآية هي لو أنك كنتي خايب وشاد وغليظ يعني قاصح وكلام ديالك قاصح وجارح، راه هذوك الناس غادي كلهم يهربوا من حداك، حتى واحد ما غادي يبقى. اذا الاسلام تيحث على اننا نكونوا كنصحوا ولا كننتقدوا ولا كنصلحوا بالكلام اللين ماشي بالكلام الجارح، وخصوصا السب والقذف هذا راه لا يمكن. هذا راه كتولي انت بينك وبين هذاك السيد غتحاسبي امام الله سبحانه وتعالى، لانك سبيتيه هو ما اداكش. الا غلط غتحاول تصح هذاك الغلط ديالو، والا ما قدرتيش تصحو خليه لله سبحانه وتعالى، حيت ما قدرتيش صافي غيروا باللي قلبك ما عندك ما دير.
وهذا الشيء اخوتي راه ظاهره كثيره، راه بزاف ديال الفيديوهات، بزاف تاع المنشورات كتلقى الناس كتآدي بدون ما تراعي، بدون خوف من الله سبحانه وتعالى، بدون ما تراعي مشاعر داك الانسان اللي كتقول ليه الكلام. عندي هذا الموضوع مازال عندي فيه بزاف تاع الفيديوهات نقدر نطرق لهم ان شاء الله الا كان الوقت، ولا نحاول نزيد نهضر على هذا الموضوع اكثر، لان هذه الظاهره كثرات ولات متفشيه بيناتنا، فخاصنا نحاولوا نغيروها، نردوا البال لهذا الانترنت، نردوا البال ان راه ماشي حيت درنا واحد الفوكونت وتخشينا مورا وما شافنا حتى شي واحد راه عندنا الصلاحيه اننا نقولوا داك الشيء اللي بغينا ونسبوا ونعيروا ونقذفوا. راه ماشي حيت عندنا واحد المنصه وعندنا واحد الناس تابعيننا نوضوا نبداو نسبوا ونقذفوا ونعيروا. راه هذوك الناس شهود عليك كاملين، وانت كذلك راه هذوك الناس كاملين كيشوفوك تيقراو الكومنتير ديالك حتى هما شهود عليك. وهذاك السيد اللي كتعايريه راك انت غتواجهي انت وياه امام الله، راه واخا دوز السنين والسنين راه كلشي في كتاب محفوظ، حتى شي حاجه ما كتمسح. فردوا البال لهذا الشيء، ردوا البال. راه هذه الا ما تحكمناش في الارض راه ما زالت محكمه السماء وما زال قاضي السماء. ركزوا مزيان مع هذه الكلمه وفهموا الوزن والثقل ديالها. محكمة السماء وقاضي السماء هو اللي تيحكم في الحوايج اللي ما تتحكمش في الأرض. فردوا البال، خلينا نوقفوا قدام الله سبحانه وتعالى بذنوبنا فقط، ما نوقفوش والناس كتسالنا وهذا واقف غادي يقول لنا اجي راك كومونطيتي ليا في الفيديو الفلان فلاني، ربي اقتص ليه، علاش غنكومونطي ليه ونعايرو؟ علاش؟ نسعى ندير الخير، نسعى نكون مزيان مع الله، نحاول نكومونطي بواحد الطريقه اللي غادي نصلح بها، وفي نفس الوقت نخلي علاقتي بالله مزيانه وندير الاجر وندي الاجر بدل الوزر. تنتمنى الميساج ديالي يكون وصل لكم وتكونوا تقبلتوا الكلام ديالي. نلتقي ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.